قريش وجدوا أن النبي والمسلمين تزداد شوكتهم يوما بعد يوم، كل يوم عدد المسلمين بيزيد، قوتهم وعزيمتهم الإيمانية بتزيد. ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ماتت خديجة رضي الله عنها اللي وست النبي بكل مالها، ومات أبو طالب عمه حصنه أمانه اللي كان سنده. سيدك وحبيبك النبي كان من أسرة وقبيلة كبيرة بني هاشم. مات عمه أبو طالب أولا، ثم خديجة. بعد موت أبو طالب أهل قريش اجتمعوا على اتفاقية، هنعزل المسلمين دول في مكان في شعب أبي طالب كده، أماكن في أطراف مكة، صحراء يعني، منطقة صحراء كده كلها جبال. هنعمل إيه؟ هنعزل المسلمين فيها. هيعملوا إيه؟ استراتيجية، حصار اقتصادي. عملوا اتفاقية منعوا عنهم التعامل في المال أو في الزواج، أو على ألا يعطيهم أحد من التجارة ولا الصناعة، مفيش تعامل في التجارة ولا الصناعة، وعدم إمدادهم بالطعام ولا بالشراب. حصار صعب. الناس دولك لحد يتزوج منهم ولا يتزوجوا من حد من قريش، مفيش حد يتعامل معاهم في تجارة ولا في صناعة، هيوقفوا لهم كل حاجة. مفيش حد يمدهم بطعام ولا بشراب. سيدك وحبيبك النبي محمد أصرف كل مال خديجة رضي الله عنها، أنفقته على النبي وأصحابه، كانت غنية جدا، أنفقت كل مالها. الحصار ده ظل 3 سنوات. كم سنة الحصار ده؟ 3 سنين. عملوا لهم كده لوحدهم، مكان لوحدهم زي ما قلنا. وصل الحال بالصحابة إن هم أكلوا أوراق الأشجار. عملوا إيه؟ من قلة الطعام مفيش أكل، وحطلهم في مكان لا يصلح للزراعة ولا في صناعة ولا في تجارة. الحال ضيق جدا على المسلمين، بقى يأكلوا أوراق الشجر يا مسلم. 3 سنوات. يلي بتشتكي من حر يومين 3 سنين في حر مكة في صحراء كده في مكان خالي ما يصلحش للمعيشة. 3 سنين في ضنك وهم وغم. الصحابة جلسوا مع رسول الله. يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. واحنا مش رسول الله معنا الحق؟ احنا الصح، احنا الحق. قال بلى. قالوا ألا تدعو الله عليهم؟ ألا تستبصر لنا؟ موضوع صعب، مفيش طعام، مفيش شراب، مفيش عمل. حصار اقتصادي كامل. شفت إجلاء معنوي أكثر من هذا؟ أنت متخيل يعني إيه 3 سنين في هم وضنك وتضييق؟ ألسنا على الحق يا رسول الله وهم على الباطل؟ قال بلى. قالوا ألا تدعو الله عليهم؟ ألا تستنصر لنا؟ سيدك وحبيبك يرفع ايده إلى الملك. الصحابة فرحت، ظنوا أن الملجأ إلى الله والفرج قادم. فرحوا. سيدك وحبيبك يرفع ايده ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي رحمة هذه!